في سنة 1963 المخابرات المصرية بدأت تجرب تجربة جديدة في تجنيد عملائها، كان اسمها الكنترول. في الكنترول، عملية الكنترول كنترول. والمقصود بيها إنهم يصوروا الشخص صور أو أفلام مش كويسة علشان يهددوه بيها ويعرفوا يسيطروا عليه وبعد كده ينفذ كل أوامرهم. والكلام ده كان أيام صلاح نصر، وكانت سعاد حسني من ضمن الفنانات اللي اختاروهم للدور ده. وده حصل لما جابوا لها عميل من المخابرات مثل عليها إنه منتج فرنساوي وإنه عايز ينتج لها أغاني وأفلام، وطبعا هي فرحت جدا. ولما قال لها تعالي مقر الشركة عشان تعملي تست كاميرا راحت معاه وهي فرحانة لأنها ما كانتش عارفة إيه اللي مستنيها، وأخدها لعيادة الدكتور عبد الحميد الطويل زوج الفنانة مريم فخر الدين، وكانوا مجهزين العيادة من قبلها، طبعا محطوط فيها كاميرات وأجهزة تجسس وحط لها مخدر في العصير خلاها فقدت وعيها وصوروها. وطبعا ده كان بتعليمات من صفوة الشريف أو بالاسم الحركي وقتها موافي.